السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير وفي احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشيني كتير والله العظيم. قبل ما ابدا الفيديو بتاعي بحب اشكر كل اللي دخل ونورني في القناة جديد. ربنا يا رب يكبر بخاطركم جبرا يتعجب له اهل السماوات والارض، وتنكوا دايما كده عونا ليا ان شاء الله باذن الله. و... وتكونوا سند ليا برضك. ربنا يا رب يجعلكوا سبب في الرزق بتاعي ان شاء الله باذن الله كده، ونبقى عيله كده واحده، وربنا يا رب يكبر بخاطركم زي ما جبرتوا خاطري. ودعمكم ده بيفرحني والله عظيم، وان شاء الله دعمكم اكتر واكتر نوصل ان شاء الله ل100,000، وعشان ان شاء الله ربنا يكتب لنا كده الرزق كده يا ولاد وايه، وربنا يا رب يكبر بخاطركم والله العظيم. انا بص بتنين ادعيلكم والله هنا من هنا للسنين اللي جايه كلها والله العظيم. شكرا 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 والله العظيم على اللي انتوا بتعملوه معايا، وتعليقاتكم الجميلة والله العظيم اللي بتحفزني وبتديني طاقة إيجابية إن أنا تنين أكمل وما يأسي، وإن شاء الله بإذن الله كده يا رب القناة بتاعتي تكبر إن شاء الله. هما يومين اتنين والله العظيم فعلا انا سبت الشقة هنا بقى يا حبايب قلبي بقى، أنا أخش بقى كده في التقيل. سنة أولى هنا بقى أنا سبت شقتي الامتحانات بتاعتها سبت واتنين، يومين اتنين والله تمام العظيم. فأنا إيه يعني المدرسة بتاعتها بعيدة عن البلد اللي احنا فيها، يعني بنركب لها مواصلة تمام، يعني قريبة للبلد يعني هي في نفس البلد اللي والدتي فيها يعني. فانا قلت بدل ما الصبح نصحى بدري كده ان امتحانات يعني احنا عشان نخرج من البلد بتاعتنا، عشان يا حبايب قلبي نخرج من البلد بتاعتنا هنا لازم ايه نخرج بدري. فانا قلت بدل ما نصحى بدري الساعة 6 ولا حاجة نخرج ايه هنبات عند والدتي وايه، ونصحى الساعة 7 كده، بدل ما نصحى 6 نصحى 7، 7 وربع، وامتحانها 8 ونص يعني، فتبقى المسافة قريبة. فايه خدتها طبعا ورحت بيت يوم السبت و... وايه وجينا ايه، لا رحت الجمعة وجيت السبت ايه بالليل تمام. وبعد كده كان لها تاني يوم استشارة عند الدكتور، كانت تعبانة شوية، كان لها استشارة يوم الحد برضك في البلد اللي والدتي فيها، فاضطريت ان انا اروح يوم الحد وبيت عشان عليها امتحان ايه يوم الاثنين. فسبت الشقة يومين اتنين بقى ايه، رجعت لقيت بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى طبعا انتوا عارفين كلكم ان العيال مش بتهتم زينا، ماشي يعني. جيت لقيت الدنيا كلها متبهدلة الحمد لله يعني كده. طبعا الأوضة ديت اللي انتوا شايفينها دي احنا ديت بنقعد فيها، يعني احنا قاعدين يعني في الشتاء بنقعد فيها، اكل وشرب وكل حاجة، وقاعدين والتلفزيون معانا في الأوضة، والصالة دي مش بنخرج فيها خالص، يعني مش بيتوسخ الا الأوضة ايه اللي احنا قاعدين فيها دي. فدي تلاقيني ان انا النهاردة كده مسكتها يعني بكل حاجة، شلت كل اللي فيها السجاد وكل حاجة، ونفضته ومسحت الأوضة. عشان ما اكدبش عليكم انا هي الأوضة بس اللي انا مسحتها بالطرقة اللي هي قدام الباب بتاع الشقة بس، دول اللي انا كنستهم كنسة حلوة وايه ومسحتهم. انما أوضة الأطفال طبعا هما العيال بيدوبك بيناموا فيها بس، يعني طول النهار احنا قاعدين هنا وهما بيخشوا على النوم. فالأوضة دي اللي أنا اهتميت بيها يعني جامد، يعني مسحتها بصراحة وشلت كل اللي في الأرض وإيه وظبطتها. هنا بقى محمود أفندي كان كل شوية داخل خارج، واللي في الأرض ده يا ولاد والله ما هو تراب. انت شفت الكرسي اللي أنا بتاخره دوت؟ الكرسي دوت من تحت الفرشة بتاعت الكرسي من تحت مقطوعة، فهي على طول بتنزل بقى العفش اللي انتوا شايفينه ده. عايزة اشيلها والله خالص الفرشة دي، وانفض الكرسي من تحت واشيل العفش اللي فيه دوت وايه ويبقى الكرسي عادي مش مشكلة، يعني الفرش بتاعه من تحت. صلوا على النبي كده يا حبايب قلبي. ولو وصلتوا معايا لغاية هنا يا ريت ما تنسونيش بدعوة حلوة كده من قلبكم، وتشتركوا لي في القناة فضلا وليس أمرا، عشان إن شاء الله بإذن الله ولاد كده نكمل 100,000 كده، وربنا يا رب يكبر بخاطركم وتبقوا عيلتي التانية إن شاء الله بإذن الله. هنا بقى انا خرجت بردك الصاله بردك زي ما انا قلت لكم، احنا مش بنقعد في الصاله بردك، يعني انا بظبط كده الكنب تظبيط كده من على الوش كده وايه، وهكنس بردك الصاله كنسه حلوه وهنفض الكنب كده وخلاص تمام. هنا بقى انا بظبطه بس تظبيط كده وخلاص، لانه والله احنا بجد مش بنقعد فيها طول الشتاء، احنا قاعدين في الاوضه اللي انا ايه وريتها لكم في اول الفيديو. اذكروا الله كده يا حبايب قلبي، الا بذكر الله تطمئن القلوب. وعايزه لايكات كتير، وعايزه
فضلا برضك وليس امرا، تشاركوا لي القناه بتاعتي دي مع حبايبكم واصحابكم، ايه لعلها يا رب كده ايه ربنا يكرمني فيها ان شاء الله باذن الله. تمام. هنا بقى انا هكنس الصلاه، وزي ما انتم شايفين الحافظه والله نضيفه وما فيهاش اي حاجه. انا بس هكنسها كده كنسه كده من على الوش كده، وايه وهشيل بس السجاده اللي انتم شايفينها دي اللي هي قدام الباب، عشان بس الدخول والخروج بتبقى فيها ايه يعني تراب وكده، فانا هشيلها انفضها برضه صلي على محمد عليه الصلاه والسلام، وامسح من تحتها وايه وخلاص على كده. تمام. هنا كانت نورة لسه جايه من الدرس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فانا بصراحه هي ما خليتهاش عملت معايا حاجه النهارده، بس هي ايه مسكت بقى اوضه الاطفال بصراحه، روقتها، روقت السرير وغيرت الملايات وايه وكنستها برضه، يعني هي ما مسحتهاش برضه عشان تبقى انتوا عارفين، لان زي ما انا قلت لكم هي الاوضه بس اللي انا الفول الاوضه دي هي اللي احنا يعني ايه قاعدين فيها على طول، فبالتالي ان هي بتتوسخ على طول، فعشان كده انا شلت كل اللي فيه. هنا بقى انا هكنس برضك كده زي ما انتوا شايفين، وهخرج بقى ايه، لان المقشه دي انا ايه يعني في عندي مقشه تانية للسلم، فانا اكنس الحته دي واخلي بقى ايه نوره تكنس لي هي السلم. تمام. هنا بقى ايه انا بمسح الاوضه اهو زي ما انتم شايفين، وهشد بردك الكرسي دوت بردك وامسح من وراه. اذكروا الله يا حبايب قلبي، الا بذكر الله تطمئن القلوب. وده عايزين ندعي بقى لبناتنا كده وولادنا كده في الامتحانات ان شاء الله باذن الله. احنا عندنا الامتحانات بتاع الاولاد ان شاء الله يوم 10/1. ربنا يا رب يوفقهم يا رب جميعا اللهم صل على سيدنا محمد، ويوفقهم كده ويحقق لهم احلامهم. وحبيبه بنتي يا ولاد ادعوا لها بقى ان شاء الله في تالتة ثانوي عام السنه دي، ربنا يكرمها يا رب كده هي وولادكم يا رب. الامتحانات بتاعتها بقى ان شاء الله في شهر 6، طبعا الترمين مع بعض. ربنا يا رب معاها هي واللي زيها، ولاد ادعوا لها بالله عليكم كده ان ربنا ان شاء الله كده يحقق لها احلامها هي وولادكم يا رب كلهم يا رب. ربنا يا رب يحقق لهم احلامهم كلهم. احنا بنتعب يا ولاد والله عشانهم هم والله العظيم. ربنا يا رب ما يضيعش تعبنا عليهم ويحقق لهم احلامهم يا رب. هنا بقى بفرش، انا كنت شلت الحافظه التانية وبفرش الحافظه دي. انا ايه بعد الحافظه وانا بفرشها عشان خاطر اخلي اليمه الناعمه هي اللي ايه اللي رايحه على الباب، عشان لما اجي اكنسها تنكنس عادل. ماشي. دي اخرة يا ولاد اللي يسيب شقته كده يومين كده ويبعد عن شقته والله العظيم ده بص زيكم بيعلموني الادب. هنا بقى هفرش المشاية دي بقى. صلوا على النبي كده يا حبايب قلبي. هنا بقى نور الله يبارك لها ايه قالت لي يا ماما انا هروق انا الاوضه دي. انا كنت والله بصراحه الملايات كانت نظيفه، قلت لها يا نور ما تشيش الملايات، نفضها تنفيضه حلوه وايه واعدليها وخلاص. قالت لي لا انا ايه انا هشيل الملايات يا ماما وافرش ملايات تانية. قلت لها طيب ماشي. شالت الملايات وايه وبتفرشها بقى زي ما انتم شايفين. ربنا يا رب يدوم الصحه يا رب كله. هنا بقى حبيبه فرشت طبعا السرير تاني، عارفين ان حبيبه مش بتحب تطلع ايه قدام الكاميرا، فايه بتفرش بقى فرشت هي السرير ده وبتلبس المخد. ادعوا لها يا اولاد والنبي ربنا يا رب نفسي ربنا يكرمها كده يا ولاد. هنا بقى هما هيروقوا السرير اهو تخلصوها. نورا هتشيل بردك المشاية اللي قدامكم اللي هي اللي قدام الباب ديت، وهتكنس ايه المشاية التانية وخلاص. وعايزين ندعي يا ولاد بردك لاخواننا المستضعفين بردك ربنا ينصرهم يا رب كده ويكرمهم ويهدي الدنيا عندهم يا ولاد يا رب. هنا بقى نورا خلصت الأوضة زي ما انتم شايفين اهيت. اعملوا لايك بقى كده حلو كده بقى، عايزة اللايكات بتاعتكم بقى كده يلا. ماشي. تقول لكم هيعملوا لايك. هنا بقى انا كده الحتة دي نشفت اهيت بعد ما مسحتها. افرش بقى
المشاية ديت كده. وبرضك انا كده فرشت الأوضة برضك كلها زي ما انت شفتوا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وده يا حبايب قلبي يكون الفيديو بتاعي والروتين بتاعي النهارده، يا رب يعجبكم، وما تنسونيش بدعوة حلوة كده من قلبكم، واللايك يا حبيبة قلبي، عشان ان شاء الله كده والله العظيم انتوا بجد دعمكم بيفرحني والله العظيم. صلي على محمد. الصلاة والسلام. دعمكم بيفرحني بجد، وربنا يكبر بخاطركم يا رب، جبرا يتعجب له أهل السماوات والأرض. واحنا عدينا ان شاء الله هو نص رجب، ان شاء الله نبقى داخلين بقى على شهر شعبان ان شاء الله. ربنا يا رب يجعله كده شهور كده خير علينا كلنا، ويرزقنا من حيث لا نحتسب برزق حلال كلنا يا رب، وربنا يحقق للناس كلها اللي بتتمناه، وما يا رب ما ينقص مننا اي حد خالص، ولا عزيز ولا غالي، وكلنا يا رب حق الهام المفترجة. هنا بقى انا كده خلصت اهوت. ربنا يا رب يصلح حالنا جميعا يا رب، ربنا يصلح حالنا يا ولاد، ويرزقنا برزق عيالنا، ونحقق لهم احلامهم كده يا رب. كده يكون الفيديو بتاعي كده خلاص خلص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.